السلام عليكم. اليوم جبت لكم وصفة خطيرة، حوت في الفرن يذوب في الفم بتتبيلة، يعني شرمولة روعة، ريحة ولا أروع وطعم يخليك تعاودها كل مرة. جربوها وراح تدعولي إن شاء الله. ألف مرحبا بكم في قناتي، شرفتوني بزاف. قبل ما نبدأ ما تنسوش تدعموني بالاشتراك. نبداو بالشرمولة. نحطو 2 فصوص ثوم مهروس، ملح، فلفل أسود، زنجبيل مطحون اختياري بصح يعطي نكهة هايلة، كمون، فلفل احمر اللي هو بابريكا، معدنوس طري ومجفف. نخلط مليح الكل ومن بعد نزيدو له زيت باش تولي الشرموله متماسكه وبنينه. وفي الاخير نزيدو نص حبه ليمون تعطي طعم منعش وما تخليهاش صامته نهائيا. بصح الحوت الكبير يحب الثوم والليمون بزاف اللي يعطيه ذوق خيالي. نجي للحوت بعد ما غسلته مليح بالليمون، نحيت له الاجنحه والجوانب كامل وفرغته من الداخل وفتحته مليح باش تدخل كامل الشرموله. ندير له شقوق من الجهتين. نبداو نحطوا له الشرموله داخل الحوت. نمسحوها باليد باش توصل لكل بلاصه وفي الشقوق. نزيدو دوائر ليمون داخل الشقوق. نعاود نفس الخطوات على الوجه الآخر. نحاول نوصل الشرمولة لكامل أنحاء الحوت ومن بعد نحط الليمون. وإذا عندكم زعترة غير ديروها من الداخل تعطي ريحة خرافية. في صينية الفرن نحط ورق الألمنيوم ومن بعد فوق دوائر البصل باش الحوت ما يلصقش ويزيد يعطي نكهة. نحطو الحوتة ونغلقو عليها مليح ونخلوها ترتاح في الثلاجة على الأقل ساعتين. كل ما خليتوها أكثر كل ما تشرب النكهة أكثر. ومن بعد ندخلوها للفرن حوالي 45 دقيقة. من بعد نفتح عليها ونشعل الفرن من الفوق، نحمرها شويه حتى يولي ذهبيه وتشهي. شوفوا النتيجه، اللون، الريحه والطعم حاجه ما توصفش. حوت محمر متشرب الشرموله مليح وطعمه لذيذ جدا. قدمتها مع سلطه خفيفه، تقدروا حتى مع الرز ولا اي حاجه تحبوها. اذا عجبتكم الوصفه ما تنسوش دعموني بلايك وسبسكرايب ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.